مشاهدينا مشاهداتنا أهلا بكم. إذا كان من الثابت أن المرأة تمثل ركنا أساسيا في البناء الاجتماعي، فهذا الأمر يتطلب تضافر كل القوى من أجل تمكين المرأة لتمارس دورها كفاعل اجتماعي في هذا المجتمع. ولعل البناء الديمقراطي وإرساء قيمه ومفاهيمه هو من أولويات المجتمع الوطني العراقي الجديد، وهذا يعني أهمية انخراط المرأة العراقية في هذا البناء لتكون فاعلا حقيقيا في تجسيد وتحقيق هذا الهدف السامي. وهذا الأمر يتطلب نشر الوعي الديمقراطي في صفوف النسوة العراقيات، لكن هذا الأمر يبقى محط أسئلة لعل أكثرها بروزا هو: هل فعلا أن النسوة العراقيات يملكن تصورا وفهما لمضمون الديمقراطية، أم أن صورة الديمقراطية ما تزال هلامية وضبابية في تصورات هذه المرأة؟ هذا هو بالضبط السؤال الذي سننطلق منه وعبر هذه الحلقة من برنامج ونطقت شهرزاد لقراءة العلاقة بين المرأة ومضمون تصوراتها عن الديمقراطية. ترحب بكم أولا أحبتنا وبضيوف حلقة اليوم، وهم كل من الدكتور مصطفى الأمين أستاذ العلوم السياسية، أهلا وسهلا بك سيدي الفاضل. وأيضا معنا المحامية والناشطة النسوية الست سارة الجنابي، أهلا وسهلا بك سيدتي الفاضلة. وأيضا معنا الدكتور سامي شاتي الناشط في حقوق الإنسان، فأهلا وسهلا بك سيدي الفاضل. لأول مرة الدكتور سامي والدكتور مصطفى يشاركون في هذا البرنامج، ولكن الست سارة ضيفة نعم زبونة مثل ما تتفضل. من المعتاد قبل أن نبدأ محاور الحلقة نشاهد تقرير عده لنا قسم المراسلين، ومن خلال هذا التقرير نفتح محاور الحلقة لنشاهد معا هذا التقرير. عشر سنوات مرت بالتمام والكمال منذ أن شم العراقيون عبق الحرية وعرفوها، لكن أكثر ما كان يهم المتابعين ومنظمات المجتمع المدني هو كيف سيكون وقع الحرية والديمقراطية على المرأة، بحكم أنها تعيش في بيئة تقر بالديمقراطية ولا تعمل بها، خاصة في الأرياف والقرى النائية البعيدة عن المدينة، والتي تبدأ بسيطرة الأب على الأسرة دون أن يكون للمرأة حضور فعلي فيها. فكيف سيكون أثر الحرية والديمقراطية في هكذا مجتمعات مغلقة؟ ومن الضروري أنه يكون هناك متابعة من قبل المرأة لهذا الموضوع، خصوصا على مستوى المثقفات. إذا أردنا أن نتحدث فإنه متابعتها لهذا الشأن أعتقد راح يعطيها صورة واضحة عن هذا الموضوع، تقدر تمارس هذا الحق بشكل طبيعي. لكن إذا نريدنا نتحدث عن بعض النساء وهم يشكلون شريحة واسعة جدا، إنه بعض غير متعلمات إنه ما يستفيدوا من هذا الموضوع، بالتالي إنه موضوعات الديمقراطية ما مفعلة من جانبهم ولا يعرفون أي شيء عن هذا الموضوع أصلا. يعني إلى ذلك دعت منظمات نسوية وناشطات في حقوق المرأة دعت إلى أن تحظى المرأة بكامل حقوقها، وأن تكون هناك توعية ممنهجة لتلك الحقوق. فكثير من النسوة حتى في داخل المدن المتحضرة لا تحظى بقدر من حرية التعبير أو التصرف، بحكم سيطرة الرجل على مقاليد المجتمع وانعكاس هذه السيطرة على وجود المرأة في العمل أو السياسة أو الدين، وهو ما يعكس أن الحرية والديمقراطية النسوية لا تزال هشة في العراق. بما أن الديمقراطية وليدة ونعانينا لمدة أكثر من 35 سنة، فمن الصعب التغيير. الديمقراطية اللي نشوفها خاصة بالنسبة للمرأة يعني صعب التغيير مباشرة صعب. فلحد الآن جاي نشوف الذكورية، الرجال مسيطرين على النساء. فمثال الانتخابات، بالنسبة للانتخابات يعني اللي شفنا الرجل يقود بالمرأة ويجبرها بين هذا الاسم هي اللي تصوت له، يعني مو بحريتها. وعلى النقيض من ذلك يرى آخرون أن الحرية والديمقراطية خاصة للمرأة يجب أن تعطى بقدر معلوم، حتى لا يكون في المجتمع ما يوجب الندم عليه من تصرف أو قول أو فعل، في ظل الدين أعطى للمرأة من حقوق ما لا يستطيع دستور أن يعطيه، شرط أن تتعامل المرأة مع هذه الحقوق بما لا يتعارض وثوابت الإسلام. أنا لاحظت في يوم الانتخابات تساق النساء كسياق الإماء،
وتجمع جناسي النساء، ويدخل رب الأسرة وبيده مجموعة جناسي وكأنها لا رأي لها، لا تتدخل المرأة، مساقة وكأنها سلعة مجبرة على أن تصدر لها الأوامر وتنفذ وكأنها من مخلوق من نوع آخر. للأسف الشديد لا يزال المجتمع ذكوري، وهذه طامة كبرى يجب أن يكون للمرأة دور، خاصة وأنها تمثل نصف المجتمع وهي الأساس. وليس نحن الذي أسميناها بعتبة الدار، ولكن أسماها نبي الله إبراهيم وهو أبو البشر الثاني بعد آدم، هو الذي أسمى المرأة هي عتبة الدار، بدليل أن الدار لا تقوم إلا العتبات الأربعة وهي المرأة. نتمنى أن يكون للمرأة دور، ونتمنى أن تنسف حالة الذكورية في المجتمع، ولا يكون المجتمع ذكوري، مجتمع متجانس، المرأة فيها لها دور متميز في بناء المجتمع في كل تفاصيله الثقافية والسياسية والاجتماعية. لبرنامج ونطقت شهرزاد علي العتابي، الحرية. شكرا للزميل علي العتابي من ذي قار على هذا التقرير. ومن خلال هذا التقرير أتوجه بالسؤال الأول للدكتور مصطفى. دكتور، كيف تنظرون لطبيعة فهم المرأة للديمقراطية مع الإقرار بعدم وجود فهم واحد؟ أجدد الترحيب بك سيدتي وبالضيوف الكرام وبمشاهدي قناة الحرية. ابتداء يعني فهم الديمقراطية ماكو يعني اختلاف انه الرجل يفهمها شكل والمرأة تفهمها شكل. نعم. لا احتمال هم اثنينهم يفتهموها باشكال مختلفة تبعا لشنو؟ تبعا لنوع الثقافة، نوع التعليم، نعم. نوع التنشئة الاجتماعية. نعم. وبالتالي هو فهمنا لجميع المصطلحات، لجميع الاشكالات الاجتماعية والسياسية والقانونية هو يختلف باختلاف الثقافة المتبناة من قبل هذا الشخص او ذاك الشخص. بمعنى انه ما عندنا احنا فهم سيء او فهم صحيح بسبب الجندر. نعم. او بسبب الجنس. نعم. وانما هو الفهم يتعلق في كثير من الاحيان بثقافة الانسان. نعم. فكيف ما تكون ثقافة الانسان، كيف ما يكون وعيه، كيف ما تكون محصلته التعليمية وتنشئته الاجتماعية صحيحة، يكون فهمه الاشياء بشكل صحيح. وايضا يعني نفس الشيء ما يقال عن المرأة يقال عن الرجل. يعني اذا نحن يعني نوصل لنتيجة أنه فهم الديمقراطية لا يختلف يعني بين المرأة والرجل، ولكن أنت أنطيتها يعني طبيعة الشخص نفسه إن كان رجل أو مرأة، طبيعة فهمه للديمقراطية أو طبيعة ثقافته بالأساس بالتأكيد. هي ولهذا نعم. في كثير من الأحيان يعني في حدود تجربتنا الأكاديمية نعم. وحتى المعاشة الاجتماعية يمكن أكو فهم للديمقراطية من قبل المرأة أفضل من كثيرين من الرجال. نعم. واكو يمكن فهم للديمقراطيه، يعني احنا الحلقه مالتنا حول الديمقراطيه. نعم. وفهم المراه عنها او عليها يمكن يفهمها الرجل يعني كثير احسن من المراه. فمو الموضوع متعلق بالجنس بقدر ما متعلق بطبيعه الوعي، بطبيعه الثقافه، بطبيعه المتبنى الوعي الاجتماعي. طيب دكتور، أنا يعني خلي شوي نبسط الأمور باعتبار نعم. أنه البرنامج هو مشاهد من أطياف مختلفة، من شرائح مختلفة، يعني خلي أسميه طبقات أمية بالمجتمع، طبقات وعيها الثقافي وعي متوسط، وطبقات خلي نسميها النخبة أيضا يشاهدون هذا البرنامج. ولكن يعني أنا متأكدة المتابعات البرنامج من الطبقات الثانية خلي أسميها والأولى اللي ذكرتها راح يتبادر ذهنهم سؤال ربما، لأن يعني نسواننا الكبار واللي عايشين مثلا بزمن آخر وغيرها راح يقولون هو بالأساس شنو الديمقراطية. يعني أتمنى في التعريف بسيط باعتبار حضرتك أصلا أستاذ علوم سياسية. نعم. تعريف عام وبسيط مبسط خلي نسميه لبقية الشرائح اللي حتى هذه اللحظة تسمع بالديمقراطية بس ما تعرف شنو الديمقراطية. الديمقراطية يعني هي الحقيقة لها كثير من التعاريف يعني على المستوى الأكاديمي نعم. والعلمي، لكن احنا نرد على المستوى الأكاديمي مبسط. على نعم. المستوى البسيط انه هي يعني رأي الأغلبية او حكم الأغلبية. نعم. او حكم الشعب كما نعم. يقال. ديمقراطي. نعم. ديمقراطي يعني هي اساسا الكلمة يونانية. نعم. فتعني حكم الشعب. نعم. هذا هو يعني الفهم البسيط الابتدائي للديمقراطية.
اما انه شلون انه هذا الفهم يتبلور، شلون انه هذا الفهم يتحول الى سلوك، شلون انه هذا الفهم نعم ينعكس على شخصية الانسان واحنا نتحدث عن المرأة. فهذه يعني مسؤولية ذاتية للمرأة، نعم ومسؤولية مجتمع، ومسؤولية مؤسسات كثيرة فاعلة في المجتمع. نعم. يعني هي وقت ما احنا اوجدنا بيئة صحيحة للديمقراطية، نعم. ممكن ان نوجد يعني رجال ونساء ديمقراطيين. نعم. يعني هي المشكلة احنا اوجدنا موضوع لكن يمكن ما اوجدنا ذوات. نعم. طيب ست ساهرة، يعني الدكتور مصطفى ذكر انه خلي اسميها فهم الديمقراطية نابعة من ثقافة الإنسان، وهي اللي تخليه يعني يفهم الديمقراطية حسب هذه الثقافة. طيب أريد تجاوبيني، يعني من يشكل هذه الثقافة أو تصورات المرأة في نظرها للديمقراطية؟ الأسرة، المجتمع، الجامعة، المدرسة، المؤسسات الدينية، يعني من الذي له تأثير في فهم المرأة؟ لأن احنا هسه بعد ما نريد نحكي بالعموميات باعتبار يعني الدكتور وضح، نريد نحدد موضوعة البرنامج اللي فهم المرأة للديمقراطية. من اللي له تأثير في تثقيف المرأة؟ جميع هذه الشخوص اللي ذكرتيها حضرتك هم لهم تأثير نعم. على فهم المرأة للديمقراطية. العفو. لكن نشوف المرأة تمارس أول بذرات الديمقراطية بمفهومها البسيط وهي الأسرة. نشوف المرأة ما تتخذ قرار لوحدها، لكن في كل الأحوال كشيء بسيط تقول خلي يجي أبوكم أو يجي الأخ الكبير، فتدفع الرأي إلى الحوار والمناقشة مع رب العائلة. فهي أولى بذرات الديمقراطية اللي هي مثل ما فسرها الأستاذ الديمقراطية، كنا نعرف أنه هي كلمة يونانية معناها حكم الشعب أو حكم الأغلبية، لكن هي بالحقيقة هي حكم الشعب وما ينتج عن ذلك. الشخوص اللي تأثر لفهم المرأة على الديمقراطية تبدأ من الأسرة والموروث الشعبي اللي عندنا، الأعراف العشائرية، الدين، لكن أكثرها تأثيرا على المرأة من كل هذه الفعاليات هي الأعراف العشائرية اللي أكثر طيب تأثيرا. دكتورة، هسه أنت ذكرتي نموذج بسيط يعني تمارس المرأة وهي اللي يعني أول من شو ما يقولون بذرة هذه البذرة، ولكن يعني أنت انطيتيها الدور أنه هي ما تستطيع أن تتخذ أي قرار أو ما تريد تتخذ أي قرار، تنطي الرأي أو تنطي المناقشة. خلي أبوكم يجي قلتي يعني، أو خلي مثلا الزوج يتكلم بهذا الموضوع. يعني هي مو ديكتاتورية، تقدر هي مثلا تاخذ الرأي وتثبت به. نعم. لو كانت ديكتاتورية، لكن نشوف المرأة هي تتبع الأسلوب الديمقراطي، العرض على رب العائلة والمشاركة. إذا انعرض عن نقاش اوكي، هي تمارس نوع من انواع الديمقراطية داخل ولكن اذا تقول خلي هو شو يقول او هو رأيه شنو، هاي تنطيه سلطة ذكورية. لا احنا نعم. المرأة لو نشوف عبر التاريخ انه المرأة كان لها التأثير المباشر على الحياة الاجتماعية والأسرية، ولو بشكل خفي غير ظاهر أو غير معلن. نعم. لكن هي ميالة إلى الأخذ برأي الآخرين أكثر من الرجل. نشوف الرجل أحيانا يتخذ قرار وخلاص، لكن المرأة تشارك الآخرين في أي رأي يتخذ داخل الأسرة. طيب دكتور، أنا ست ساهرة خلتني يعني أنطلق بسؤال. المرأة ميالة إلى أخذ رأي الآخرين عبر التاريخ، يعني وصفتها، يعني شنو اللي يخلي المرأة الحالة تكون ميالة لأخذ الآخرين بينما الرجل ما يكون ميال لأخذ الآخرين رأي الآخرين؟ بس الدكتور في بداية حديثه الدكتور مصطفى قال إنه ما يعني على حد سواء بين المرأة والرجل، ماكو مفهوم للديمقراطية مفهوم منعزل، وإنما المفهوم للديمقراطية ينبع من ثقافة. فهل هي هذه ثقافة ذكورية؟ المرأة دائما ميالة انه تستشير الرجل او تاخذ رأي الرجل بينما الرجل ما ياخذ رأي المرأة؟ اتمنى اسمع الاجابة بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود اليكم.
سوق السياسة العراقية ضج بمسألة سحب الثقة. هل تشكل الصحافة في العراق اليوم سلطة رابعة حقيقية؟ النفط الذي يطفو عليه العراق أضرارا كثيرا. لماذا يستمر النقص الحاد في إنتاج الطاقة الكهربائية؟ وبين الإدانة والبراءة تقف المؤسسة القضائية على هل سيذهب خصوم المالكي في عملية سحب الثقة إلى مواجهته مفرغة؟ الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالدولة إذا ستميل كفة النواب المترددين أو الذين حاولوا البقاء على الرئاسة. تتمكن القوى السياسية التي تعيش أزمة ثقة. على الصعيد اللفظي تلتقي مفردتان الديمقراطية والمرأة، ولكن هل التقتا على الصعيد الواقعي؟ إرهاصات لا تزال المرأة العراقية فيها ما بين قصور الفهم وغياب التجسيد. فمنذ سنين تلت جلاء النظام المبادئ لاقت المرأة سيلا من المفاهيم التي تتحدث عن المرأة ككيان لا يمكن استهانة دوره، إلا أن الاحتواء لجوهر الأمر لا يزال قيد الاستيعاب. عندها مفهومية للديمقراطية، لكن هل حصلت مكان في الديمقراطية في ظل التغييرات اللي حدثت؟ بعدها تناضل، ما زالت في طور المناضلة ودا تحاول تحصل مكان. اكو بعد اماكن واكو مواقف واكو دوائر واكو وجوهات بعدها تباوع للمرأة بنظرة قديمة، بعدها ما متغيرة، يراد لها تغيير، وهذا التغيير اكيد مو خلال 10 سنوات، يراد له بعد وقت، على مود احتمال فت 20 سنة 15 سنة 10 سنوات يلا تصير هذا التغيير. الديمقراطية إذا تريد تفهم أي شخص إن كان مرأة أو إن كان رجل لازم تكون هناك جلسات ثقافية، محاضرات تعليم معنى الديمقراطية ومعنى الحرية. مع الأسف هسه احنا في ظل الفترة هاي من بعد 2003 ولحد الآن المجتمع العراقي بدأ يتفهم الديمقراطية بصورة صحيحة. ولا تزال هواجس المرأة العراقية حول تهميش دورها الحقيقي في عملية البناء الديمقراطي، حيث أن غياب هذا الدور أو ضعفه يؤثر سلبا على تقدم أوضاعها وبالضرورة على تقدم المجتمع وازدهاره، فضلا عن التحرر الديمقراطي من المجتمع الذكوري والعشائري، إذ أنها لا تزال بحاجة ماسة إلى مزيد من التطوير في التشريعات العراقية وإلى تشريع قوانين جديدة تأخذ بنظر الاعتبار أن للمرأة الدور الكبير والفاعل، كونها شريك أساسي للرجل في صناعة الحياة. إن الحرية والديمقراطية ماكو بالعراق، خصوصا كل شيء مرفوض على المرأة، وأن يريدون يفصلون الذكور والآناث بالجامعات. وين أكو ديمقراطية بالعراق؟ نريد نكون مثل الدول الأخرى. الحقيقة في ظل العهد العراقي الجديد يعني احنا نسمع أن المرأة أخذت حقوقها تقريبا بشكل كامل، لكن الحقيقة غير ذلك يعني صراحة. حاليا نرى مثلا في بعض دوائر الدولة أو في بعض المعاهد، يعني مثلا معهد فنون الجميلة في بغداد فصلوا معهد الفنون للبنين وواحد فنون للبنات، بينما في معاهد الفنون نظام معاهد الفنون لازم نظام يجمع الذكور مع الإناث. ليش؟ لأن أكو أنا أعرض مسرحية، المسرحية لازم تتضمن ولد وبنات، فلازم أشكعين بالمعهد الثاني على مود أشكعير من عندهم بنية تمثل لي. طبعا هذا غير مقبول بالعصر الحديث يعني. فالمعايير التي يعتمدها علم الاجتماع في التعريف بالموقع الذي تحتله المرأة في أي من المجتمعات البشرية كثيرة ومتعددة الأوجه، ومن خلالها يمكن التعرف على واقع ومستوى تطور تلك المجتمعات. فهل المرأة العراقية وفي ظل العراق الجديد تفهمت معنى ديمقراطيتها بالشكل الصحيح؟
لتفتح لها آفاق من العطاء بشتى أمور الحياة. لبرنامج ونطقت شهرزاد، حمزة السعداوي، كركوك. شكرا للزميل حمزة السعداوي من كركوك على هذا التقرير. ومن هذا التقرير أتوجه بالسؤال للدكتور سامي. دكتور سامي، قبل الفاصل سألتك عن ما تفضلت به الست ساهرة، أنه المرأة هي اللي بذرت، خلينا نسميها البذرة الأولى للديمقراطية في الأسرة، ولكن الشاهد على هذا أنه هي تأخذ برأي يعني البقية، وصار التركيز على يعني رب الأسرة بالتأكيد. ولكن هاي ممارسة للديمقراطية، ولكن نشوف الجانب الآخر اللي هو الرجل نادرا ما يمارس هذا الحق في الأسرة. كيف تعلق على الموضوع؟ نعم، مثل ما في بداية الحلقة تم إيضاح بأن الديمقراطية كثقافة وآليات تحتاج إلى ممارسات تطبيقية. نعم. الديمقراطية ما يكون لها جدوى ولا فائدة إذا ما تعمقت بالممارسات. نعم. الممارسات اللي المرأة والرجل داخل مجتمعاتنا، الفضاء الأول هو فضاء الأسرة. نعم. وفضاء الأسرة مسلم قيادة الأسرة إلى الرجل، وبالتالي راح يكون صاحب القرار هو الرجل. نعم. هي عملية تاريخية، يعني مو عملية جديدة، هي عملية تاريخية، وبالتالي المرأة تعودت على هذا النمط. بمجتمعاتنا الشرقية فقط. أنا أتكلم عن مجتمعاتنا. نعم. والفضاء الآخر هو فضاء المجتمع. نعم. مجتمعنا بشكل عام هو ذا طابع عشائري قبلي. نعم. وبالتالي أيضا راح المرأة تلاحظ صناعة القرار تتم من خلال شيخ العشيرة. نعم. احنا تعرفون بالعراق ما عندنا يعني امرأة هي شيخ عشيرة إلا ما نادرا هذا. وكذلك الآخر، المؤثر الآخر هو المؤسسة الدينية بالمجتمع العراقي. نعم. وأيضا هو فقط رجال دين، يعني ما عندنا نساء هن رجال دين. نعم. بالتالي راح يشوفون آليات صنع القرار تاريخيا يعني. نعم. هي بيد الرجل، وبالتالي الرجل هذا هو دائما يمتلك صناعة القرار وسلطة صناعة القرار. المرأة بالتالي تعودت على المشاورة أو التشاور. نعم. حتى لما تكون هي ربة أسرة يعني بغياب الرجل، راح دائما تميل إلى المشاورة حتى المجتمع يتقبل القرار مالتها، بأن هي تقدم له مبررات بأن أنا تشاورت مع الرجل الفلاني، الأخ أو الابن الأكبر أو الأقارب، حتى يكون أكو مقبولية للقرار. هذا هو الجانب خلينا نسميه البعد الاجتماعي والتاريخي لهذا الموضوع. في موضوع آخر، المرأة بسبب طبيعتها العاطفية وتميل دائما إلى حفظ خلينا نسميه شخصية الآخر، تميل إلى مجاملة الآخر، تميل إلى التقاء مع الآخر، ما تميل إلى الحدية. نعم. بالتالي هذا يفرض عليها دائما تميل إلى الحلول التوافقية. نعم. وبالتالي هذا يخلي شخصيتها شخصية طابع تشاوري، وبالتالي تطلع قراراتها يمكن طابع تشاوري ومقبول أكثر من قرارات الرجل اللي تكون حدية وتعبر عن النرجسية الموجودة بداخله. نعم. إذا أنت حضرتك يعني هسه أنطيت طابع ديمقراطي للمرأة على اعتبار المسببات، مجتمع ذكوري، المجتمع القبلي وغيرها، يعني سلبت من الرجل والذكور هذه الصفة الديمقراطية، ولكن من ناحيتها للمرأة، من ناحيتها على اعتبار يعني واقعها وواقع هذا المجتمع هو اللي فرض عليها أنه تقوم بهذه العملية. وأشرت إلى يعني صار الإشارة بس إلى موضوعة أنه أن تستشير الآخر أو تأخذ برأي الآخر، وهي تكون دائما في الظل. نفهم من شرح الأستاذ. نعم. أنه ديمقراطية المرأة حتى تمكنها من الوقوف على الرأي اللي أخذته. كيف يعني؟ يعني بما أنه الأشار أنه هاي الآراء اللي تأخذها حتى تساعدها يكون قرارها مقبول لدى المجتمع ولدى العائلة. إذن هذا إقرار بضعفها، يعني هي مو قوية أمام الرأي الآخر اللي الرأي الذكوري اللي هو في كل الأحوال طبيعة مجتمعاتنا خالة هذا الرأي يكون قوي حتى وإن كان رأي خاطئ يعني مو صائب. فلأن مجتمعنا هكذا فهي دا تمارس هذا الحق، ولكن هو
رأيه هو اللي دائما يكون رأيه المفروض ورأيه اللي يؤخذ به. ما أعرف يعني ماذا تشوفون، أكو تناقض بهذا الشيء؟ يعني تناقض مع ما تفضلت به، يعني مفهوم الديمقراطية يتبع ثقافة. طيب احنا إذا نبحث أصغر مكون للمجتمع اللي هو الأسرة، فإذا هذه الأسرة تكون متعددة الثقافات، الرجل ثقافته شكل والمرأة ثقافتها شكل، وبعدين في كل الأحوال هم مستمدين هذه الثقافة من المجتمع. يعني تفضل دكتور. يعني هي احنا اطلاق الاحكام، يعني انا اتاخر جدا نعم. في اطلاق الاحكام على الظواهر. نعم. يعني شويه عمليه صعبه جدا. اللي اريد ان اقوله انه لا استشاره المراه للرجل معيبه وتنم عن قصور، ولا تبعيتها للرجل. يعني هذا اللي يعني اني اللي دا افتهم هسه من الحديث انه هي خلل فيها. بالعكس، يعني هي الاستشارة هذا دليل، يعني دليل يمكن انه تبحث عن الرأي الافضل. نعم. يعني احنا خلينا ناخذ الموضوع بسلبية. نعم. هي مو هيك الاشياء. يمكن هي تبحث عن الرأي الافضل. نعم. والرجل يمكن هم يبحث عن الرأي الافضل ساعة ما يسمح لها بهذه الفسحة ان تتحرك فيها الرأي والمشاورة والبحث عن البدائل والبحث عن الخيارات. نعم. هو هذا دليل يعني على انه اكو جو تفاعلي. نعم. وهذا مو دليل على انه اكو فد يعني فضاء سلبي. دكتور، شق واحد انه هي تستشيره على اساس انه تاخذ ومنو ما يقول انه هو يستشيرها. نعم. مو هي هاي اطلاق الاحكام سيدتي. اذا استشارها هو بعد ما عندنا مشكله احنا بالاساس. ما هو هذا احنا اللي نبحث عنها. يعني انا ما اريد اتحدث عن تجربتي الشخصيه. نعم. زين، يمكن هو لا ضير يعني هو يستشيرها ويسترشد بها. نعم. هي شنو العلاقه سيدتي؟ انا افهمها كالاتي. نعم. انه هو يبحث، الرجل السليم يبحث عن ما يكمله، وهي تبحث عن ما يكملها. اكيد. يعني هو هذا التكامل. يعني هي الاسره عمليه تكامل ادوار، عمليه تكامل. يعني ما هو هذا الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا المخلوق بهذه الصفات الانثويه والرجل بهذه الصفات الذكوريه، هو مقصوده. نعم. عمليه يعني انا ما اعتقد احسنتي. نعم. يكمل بعضهم بعضا. يعني فهو هذا اللي يعني انا هذا اللي اطلع له. نعم. او هذا اللي انا افهم الاشياء بهالشكل. نعم. يعني يبقى موضوعة مهمة. نعم. احب اتحدث عنها. يعني واللي يعني افضل ان يكون هو محور الحديث هو دور المرأة السياسي. يعني سيما احنا نتحدث عن فضاء ديمقراطي في عراق ما بعد التغيير. يعني نعم. هذه نعم. يعني موضوعة جدا مهمة. نعم. يعني هو دكتور احنا بصورة نظرية خلينا نقول. نعم. يعني تناولنا الموضوع، ولكن هسه خلي نجي على التطبيقات. يعني الأسرة خلي نطلع من عندها، لأن نعم. تصير موضوعة خلي أسميها أشبه ما تكون إلى النظرية، لا إشكالية وإشكالية من أول في مجتمعاتنا خاصة. خلي ننتقل مرحلة أخرى للمدرسة والجامعة. نعم. الجانب التربوي يعني هل هذه الأماكن اللي انتقل من عندها مثلا الشخص إلى مكان آخر يكون له يعني خلي أسميه ارتباط مباشر بكم هائل من الناس، ربما يتشابهون معه أو يختلفون معه في هواية أمور، هنا كيف راح يكون؟ يعني شلون تتشكل تصورات عن الديمقراطية في المدرسة وفي الجامعة وفي محيط العمل أيضا؟ ما هو الديمقراطية على مود يعني ننشئ مجتمع. نعم. إنساني ديمقراطي. يعني احنا ما من المعقول، من غير المعقول أن يكون عندنا مؤسسات ديمقراطية من دون أن تكون لدينا أسرة ديمقراطية. نعم. الديمقراطية تمارس بالأسرة، تمارس بالجامعة، تمارس بالمعمل، تمارس بالمصنع، تمارس كذا يعني، وهكذا نكون احنا أمام مجتمع ديمقراطي. نعم. واما انه اذا كنا احنا فقط بالمؤسسه السياسيه مجتمع ديمقراطي دكتور، احنا نكون امام مدينه فاضله. يعني اذا من الاسره والمدرسه والجامعه والعمل كلها تكون بها ممارسه للديمقراطيه. نعم. اذا وين الاشكال احنا؟ ما هو هذا اللي اريد اقوله. احنا لحد الان احنا عندنا شنو الديمقراطيه هي سيدتي فكره. نعم. ديمقراطيه فكره. احنا نقول هاي الفكره
لكي تنتقل إلى الواقع العملي يكون لها مصادق احنا نسميها على الصعيد الأكاديمي العلمي، صحيح. على مود يكون لها مصادق. شنو مصداقها هسه اللي معروف احنا عندنا في العراق الانتخابات. صحيح. الانتخابات هي مصداق للديمقراطية. وإلا من دون وجود الديمقراطية ما عندنا انتخابات. طيب وهذا معروف. احنا راح ندخل في الانتخابات. وصلنا لهذه المرحلة اللي يعني أكثر الناس يعرفوها، صايرة بكل العالم. تسأل يعني عامة الناس اللي حتى فهمهم فهم بسيط يقول لك الديمقراطية، يقول ايه طبعا احنا دا نمارس الانتخابات اذا احنا ديمقراطيين. انا بس اسمحي لي، يعني الدستور مالتنا انطفت يعني كوته احنا نقول عنها ضمن بها الى حد ما وجود المرأة كعنصر بشري في المؤسسة الدستورية أو المؤسسات البرلمانية. يعني على صعيد البرلمان يعني في مراكز صنع القرار. في مراكز صنع القرار. هذه مثلا مسألة مفروغ منها. أيضا صار عندنا على الصعيد التنفيذي وزارة المرأة. وهذه احنا شو نسميه في علوم الاجتماع في العلوم الإنسانية إلى حد ما التمييز الإيجابي للمرأة. يعني هو يمكن هسه الدكتور يعني السيد تحدثنا احنا في الاستراحة، هذا التمييز هو ليش احنا إذا قررنا ابتداء انه مال المرأة للمرأة يعني مال المرأة للرجل يعني نفس الحق مو، فلويش هذا التمييز اللي موجود؟ هو شو هذا التمييز اللي موجود؟ يعني من اجل اعطاء نوع من الاطمئنان، نوع من الوثوقية، نوع من المصداقية، لانه تدرين حضرتك انه العمل السياسي في كثير من الاحيان يمكن يعتدي على مساحة المرأة. شايفه شلون؟ يعني انا مثلا اضرب لك مثال، في حكومة يمكن السيد الجعفري الأولى على ما أتذكر كان عندنا عدد من الوزيرات 6 وزيرات. الحكومة الثانية صاروا 4. حكومة حالية أعتقد واحدة. هذا شيء أشر إنه الكيرف عندنا دا ينزل، وهذا مؤشر طبعا سلبي. وبالحكومة جاية أعتقد مو واحدة، راح يكون ناقص واحدة. تكلف وزارة المرأة إن شاء الله لرجل حتى تنتهي. هو كان مقترح أنه ينطوها لرجل. هو على فكرة يعني فقط أسترسل الآن في الفكرة. لا أتمنى أنه بعد الفاصل الدكتور تسترسل. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود إليكم. قد لا يكون اصطلاح ديمقراطية جديدا على أسماع مختلف العراقيين، فلقد دخل اصطلاح ديمقراطية لاعبا قويا بين أوساط العراقيين بعد عام 2003، وسجلت القراءات تباينا واضحا على مستوى التعامل مع مفهوم الديمقراطية خلال السنوات الماضية. لكن المرأة قد تفسر الديمقراطية المفقودة حسب تعبيرها نظرا للتركيبة المجتمعية التي تعيش فيها. لربما ظروف الحياة أتاحت فرصة للرجل أن يكون له حرية واسعة، ولذلك فهمت على أساس أنها ديمقراطية، ولكن الحرية تختلف في مفهومها عن الديمقراطية. الديمقراطية هي الحقوق، ممارسة الحقوق والواجبات، وعلى كل إنسان أن يفهم ضمن حدوده أين تقع تلك الحدود في واجباته وفي حقوقه. ولذلك هذه الديمقراطية عندما تتوسع وتفهم بشكل خاطئ راح تأخذ منحنى غير المنحنى الصحيح. طالبات في كلية القانون يفسرن الديمقراطية بمفهوم بسيط هو حكم الشعب للشعب، أو قد تكون تطبيق الحرية بمختلف أصنافها
لكن القيود العشائرية والتقاليد والأعراف هي من وقفت جدارا أمام تطبيق الديمقراطية المشوهة حسب تعبيرهن. كشخص أنا في مجتمع عربي، مجتمع شرقي، المفهوم الحرية مقيد بالنسبة لنا، مقيد بالعادات والتقاليد ونظرة المجتمع أن كمرأة، يعني خاصة بما أعطاها الدستور العراقي 2005 من حقوق، إلا أن هذه الحقوق لم تتمكن من تطبيقها بشكل حرفي، أو لم تستطيع أنه الشخص يساندها بتطبيق هذا الشيء، فحقها هو مقيد. طبعا ما أطبقها بكل حرية نسبة للعادات المتوارثة والتقاليد اللي أخذناها، ويعني ما أكون منطبقها بشكل واضح. تبقى لازم الديمقراطية هي مرتبطة بعاداتنا وتقاليدنا، ما تنفصل عنها حسب هذا المجتمع الشرقي، يعني ما نراها بالمجتمع الغربي اللي يطبقها بصورة يعني تفوق عن مستواها وعن اسم. الديمقراطية وما أدراك ما الديمقراطية في العراق. وعلى أي حال فإن كل الاستطلاعات التي أجريت على شرائح مختلفة أظهرت بأن الجميع يتقاربون وبشكل ملفت، لكن أمكنة تواجدها وأشكالها تختلف بحسب اختلاف المناطق والظروف. لبرنامج وناطق شهرزاد، منجي الخزرجي، ديالى. شكرا للزميل منجد الخزرجي من ديالى على هذا التقرير. وأتوجه بسؤالي لست ساهرة، لأن وصلنا إلى دكتور مصطفى، وصلنا لمرحلة الانتخابات وممارسة يعني هذا الحق اللي على حد سواء إن كان رجل أو امرأة بالعراق الجديد يمارسه، ولكن الدكتور عرج على موضوعة الكوتا وأنه منح هذا الحق للمرأة كي تكون في مركز القرار، ولولا هذا الحق اللي يسمى بالكوتا كنا شاهدنا للأسف يعني عدم وجود امرأة واحدة حتى في البرلمان وفي كل السلطات. يعني هي نقدر نعتبرها بداية دفع معنوي ربما كان للمرأة أنه تقوم بدورها أو تدخل هذا المجال اللي هو المجال السياسي اللي قبل التغيير كان ربما محصور في الرجال فقط. وإذا نرجع لمثلا عقود من الزمن، ربما في بعض الأحزاب الديمقراطية والتقدمية كان نشوف يعني وجود للمرأة في هذه الأحزاب، ولكن انحسر هذا الدور، وبفضل التغيير والعملية الديمقراطية الجديدة منحت المرأة حق الحضور في السلطة التشريعية، وبهذه النسبة اللي تسمى الكوتا اللي هي 25%. طيب احنا هسه وصلنا لمرحلة الانتخابات، وتقريرنا السابق مو هذا اللي هسه نعرض كان في إشارة إلى أنه الرجل يمارس سلطته على المرأة في الذهاب لصناديق الاقتراع وللانتخاب واختيار الأشخاص والأحزاب اللي هم يريدوها. زين، ما تأثيرات هذا يعني هذا العمل أن تجبر المرأة على أن تذهب وتنتخب، ما تأثيراتها السلبية على المرأة بحد ذاتها؟ هاي التأثير الكارثي أنه راح تسلب حقها في إدامة الحياة السياسية المفروضة. نعم. هاي لو كان عندنا وعي سياسي ووعي ثقافي واجتماعي كان المرأة هي اللي تمارس دورها مثل ما يمارسها الرجل. نعم. احنا نظرا للأمية الشائعة والفظيعة اللي صارت في العراق، واللي خصوصا الأمية بين النساء اللي ارتفعت ارتفاع فظيع خلال العشر سنوات أو قبل العشر سنوات، كان بحكم الحصار وبحكم الحروب، فالمرأة صارت الأمية مو بس الأمية الكتابية أو المعرفية، وإنما الأمية في عصر التكنولوجيا أصلا صار عندنا حتى اللي ما يعرف يتعامل ويا الكمبيوتر يسموه أمي. لكن احنا عندنا أمية معرفية يعني. لذلك تساق المرأة
في الانتخابات من قبل ولي أمرها أو من قبل الأحزاب اللي تنتمي إلها، اللي وصفها الرجل المتحدث قال تساق سوق الإماء يعني نعم. يعني هي ما تروح مثل ما تروح وتعبر عن فكرها وإرادتها باختيار هذا الشخص اللي تراه راح يحقق مطالب الشعب اللي هي مطالبها، المطالب البسيطة اللي يعني هسه العراقي يطالب بالمطالب المفروغ منها، يعني المطالب الأساسية اللي ما مفروض يطالب بها، بينما اللي هي الخدمات، يعني الخدمات أو الناحية الاقتصادية أو الناحية الأمنية، هذا هم المواطن العراقي. يعني ترك الجانب السياسي. يعني لو نشوف مثلا الدول المتقدمة أفرزت الانتخابات نساء على مستوى أنه تبوأت منصب وزير دفاع في فرنسا أو وزارة الخارجية أو رئيس في أمريكا أو في دول أوروبية أو الاتحاد الأوروبي، حتى على مستوى رئاسة الوزراء في ألمانيا رئيسة وزراء ورئيسة أحزاب. لكن احنا هنا نفتقر حتى إلى السياسيات اللي يأخذون بيد مطالب النساء لتغيير أوضاعهم الاجتماعية. السبب ست سارة، احنا هذا اكو أزمة ثقة يعني هي بين المرأة والمرأة. هي أحيانا بالانتخابات حتى على مستوى انتخابات النقابات أو انتخابات الطلاب نشوف المرأة ما تنتخب المرأة، قليل ما تنتخب المرأة. لذلك نشوف مثلا فوز الساحق للرجال في النقابات وفي الاتحادات أكثر من النساء. هذا شيء وتأكيدا على ما تفضلتي به، اكو استبيان للانتخابات النيابية والبرلمانية السابقة تأشر انه 12% فقط من النساء منتخبة نساء، البقية يعني النساء المنتخبات منتخبين الرجال. التأثير هذا التأثير راح يعكس لك إحباط لدى المرأة في العمل السياسي حتى في العمل الأكاديمي. نشوف الدكتورة مو مثل الدكتور. ليش؟ لأن احنا عندنا أمية اجتماعية وأمية ثقافية. احنا نطالب بتثقيف هذه الشريحة من النساء، لأن الدستور هو كفل الحقوق للجميع، لا يميز بين امرأة ورجل في جميع الأحوال، لكن الجميع متساوون الجميع متساوون أمام القانون وأمام أي شيء والامتيازات. لكن احنا نجي للمجتمع هو اللي يقسم ويكون حظ المرأة قليل لأن تساق في الانتخابات وتساق في الحياة الاجتماعية، عدا البيت إذا كانت الحياة الثقافية لدى الزوجين راح يكون حياة مستقرة وتكون حياة سياسية أيضا الطرفين أكثر من العائلة غير مستقرة. طيب دكتور سامي، حابة أعرف رأيك بهذا الموضوع. يعني تعرفون في صار فاصل. يعني الآن مثلا تعرفون مثل ما نوهتي لعقود طويلة المرأة أبعدت عن ممارسة السياسة وصناعة القرار بالعراق، وبالتالي يعني ما نتوقع خلال سنوات قليلة، وتعرفون يعني بعد 2003 ما كان اكو استقرار يعني جيد يسمح، تعرفون في اضطراب امن كبير ما يسمح للمرأة بالتنقل تعرفون لأن التأثير السياسي يجي من خلال الحركة والتماس مع الجمهور والأنشطة والفعاليات، وهذا ما كان متاح. أنا أعتقد بعد 2008 بدأ يصير نوع من أنواع الاستقرار اللي بدأ يسمح لظهور بعض القيادات النسوية، واعتقد خلال سنوات قليلة بدأ الشارع يميز بعض القيادات ويشير إلهن. يعني الآن إذا نلاحظ في الكتل السياسية الرئيسية هنالك شخصيتين أو ثلاثة يشار إلهن وهن نجمات إعلاميات. دكتور مو يعني تعتبرهم قيادات سياسية، وإنما نساء فاعلات في مجلس النواب. أنا أعتقد أنت تقصد هذا اللي مثلا يعني أنا أقصد الصناعة. يعني الآن مقابلهن الموجودين قيادات الآن الأحزاب كل شخص عنده عمق تجربة 30-40 سنة. فما معقولة أن تجي هذه الشخصية النسوية تزاحمهم في 4-5 سنوات، لكن مجرد خلال 4-5 سنوات أن يكون هذا الظهور لبعض الشخصيات النسوية هذا يدل على أن أكون نواة قيادات نسوية ممكن تتراكم هذه التجربة ويكون تأثيرها أكبر. لذلك أنا أعتقد خلي نصبر على التجربة. أعتقد بما نحن كافلين بالتمييز الإيجابي الحد الأدنى من الكوتا، يعني إحنا عندنا انطلاقة أكبر ممكن أن نبني عليها ويصير أكو تراكم للتجربة. مثل ما أكو انحدار مثلا إذا ذكرنا بالتمثيل الموجود الوزاري في الحكومة للنساء، لكن بالمقابل أكو علامات مضيئة أخرى ممكن نلتفت لها أن نشوف التجربة النسوية العراقية بدأ يتراكم عندها فعل. مثلا
التحالف الوطني الكتلة الأكبر بالعراق يعني البرلمانية، نائب رئيس التحالف هي امرأة. التحالف الكردستاني اللي هي الكتلة أيضا الكبيرة نائب رئيس التحالف امرأة. دكتورة لقاء الياسين نائب رئيس التحالف الوطني. أنت تقصد الكتل النيابية. الكتل النيابية. ولكن أنا حابة أسألك سؤال دكتور طالما دخلتنا بهذا الموضوع. طيب في اجتماعات اللي تعقد على قولتهم الهيئات السياسية للائتلاف الوطني أو للقائمة العراقية أو غيرها، يعني نفس هذا الائتلاف الوطني ما نشوف وجود لنائب رئيس الكتلة البرلمانية داخل اجتماعاتهم اللي قراراتهم قرارات مصيرية وقرارات أساسية تصدر، ماكو وجود لأي امرأة فيه. ولكن في القائمة العراقية على الأقل احنا نشاهد الست ميسون الدملوجي أو واحدة أو اثنين من النساء. وأيضا في التحالف الكردستاني نشوف وجود لنساء، حتى مثلا نقول في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عضو مكتب سياسي ومسؤولة تنظيم اللي هي السيدة هيرو خان. يعني هذا اللي تفضلت به. اكو فرق بين قيادات سياسية وبين ناشطات في البرلمان العراقي. يعني حتى إذا تريد تعطي مثال بعض اللجان النيابية البرلمانية مثل لجنة الخدمات أو لجنة المرأة والطفولة، أوكي تقول هم تترأسها نساء. هذا مو الدور السياسي اللي أنت منحته أو سميتهم قيادات سياسية. فأنا ما أعرف يعني ما ذكرت. أنا ذكرت في فرق بين التجربة التاريخية بين الرجل والمرأة. نعم. تاريخيا القيادات السياسية العراقية هي للرجال، والمرأة الآن بعد 2003 بدأت يعني تدخل على هذا الخط. في الدورة البرلمانية السابقة القيادات السياسية من كانت تجتمع ما تشوفين امرأة. الآن في هذه الدورة مثلا آخر اجتماع للهيئة السياسية للتحالف الوطني كان 2 أو 3 نساء موجودات، للتحالف الكردستاني 2 أو 3، للقائمة العراقية 2 أو 3. نعم. بالدورة السابقة ما كان موجود، معناه اكو عملية تطور قاعد يصير. نعم. ذكرنا اكو فارق تاريخي بالعملية، لكن ما معناه اكو تطور بالتجربة يعني قاعد اكو امل اذا بالاجتماعات الاخيرة شفنا 1 أو 2، اكو امل بعد 10 سنوات اخرى نشاهد مثلا هذا العدد يصير 5 أو 6؟ لأن احنا عندنا الحالة عكسية صارت بوزارات، 3 وزارات عددناها. وزارة الدكتور الجعفري كان ب6 وزيرات، الوزارة اللي تلتها صارت سابقة للأستاذ دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي فيها كان 4 وزيرات، وهذه الوزارة الجديدة وزيرة واحدة. يعني اكو وزيرة دولة لشؤون المرأة. يعني هذه يمنا اذا مو اسمها وزارة مرأة اكيد كانت طوها لرجل. فاكو حالة معكوسة احنا نشوفها بالعملية الديمقراطية اللي نسميها. حسب الفضاءات مثلا احنا يعني تعرفون الديمقراطية هي مو فقط بالجانب السياسي، يعني اكو الجانب التمثيلي التشريعي، اكو الجانب المدني او الاعلامي. نعم. اذا اكو اخفاقات في جانب، لكن بالمقابل مثلا اكو زين الجانب خلي اجي وياك على الجانب المدني، ما طول دخلتني بهذا. عندنا اكثر من 16 هيئة وغير مرتبطة بوزارة او تسمى الهيئات المستقلة والوزارات. كم هو عدد النساء اللي يمثلون حضور في هذه الهيئات على مستوى رئاسة ونيابة الهيئات، مو على مستوى أعضاء مجلس رعاية أو أمناء أو غيرها؟ في بعض الهيئات أصلا لا وجود لأي امرأة، في بعض الهيئات أو المؤسسات وجود لامرأة أو امرأتين، ولكن كأعضاء لا ماخذين رئاسة هيئة ولا ماخذين نيابة هيئة. هذه مؤسسات خلي شوية ابتعدنا عن الجانب السياسي. الوزارات خليها على جانب آخر. عمادات الكليات في العراق، يعني بس أريد أعرف وين دور المرأة بيها، بس مجرد منظمات مجتمع مدني نشوف أكو حضور للمرأة بيها، وهذول لا حول ولا قوة. صح. كل اللي ذكرته عن هاي الهيئات هي عبارة عن هيئات حكومية، وبالتالي تاريخيا هي العملية مستقلة. حتى الدستور يقول بعضها هيئات حكومية تعيين. نعم. الحكومة تعينها، وبالتالي هو بما أن الوزير ذكر راح يعين ومذكور. هاي عملية تاريخية معروفة. القضاء هم حكومة. اكو عمليات اختراقات. سابقا ماكو كانت قضاة. نعم. الآن بدأت تدخل عملية، يعني اكو قضاة. كان عندنا يعني عندنا زكية اسماعيل حقي يعني نوادر. اما الآن لا، بدأت اكو أعداد من النساء تدخل بهذا المجال. بالهيئات المستقلة اكو بعض الهيئات القوانين اللي نصت
على إشراك المرأة لا غير شكل. مثلا مفوضية حقوق الإنسان نعم. أشركت 3 أو 4 نساء بها نعم. وبالتالي مثلا مفوضية الانتخابات أدخلت مثلا السيدة جولشان بهاي المفوضية. نعم. اللي أقوله خلال فترة سنوات قليلة بدأت المرأة تثبت وجودها وشخصيات النسوية الموجودة داخل الهيئات. دكتور أنت متفائل جدا يعني الحمد لله بأنه المرأة أولا هي حاليا ماخذة دورها حسب ما لا مو ماخذ، بس حتى للتوضيح. نعم. أنا شو أقول؟ تاريخيا تعود الذهن العراقي أو الذهن الشرقي بشكل عام بأن صناعة القرار تتم من خلال رجل. نعم. ما متعود على قضية فكرة المرأة أن تكون صانعة قرار. حتى تنكسر هاي الذهنية شو يحتاج لها؟ مو فقط تنظير، يحتاج لها ممارسات ويبدأ يتعود على هاي العملية. الآن هذا التعويد، وجود النساء، إثبات الكفاءة بقدرات ذاتية، هذا يدلل على أن احنا قاعد نسير بالمسار الصحيح. لكن هل احنا وصلنا للمستويات اللي نبحث عنها؟ لا أكيد، هذا الموضوع يعني يحتاج طريق طويل. لكن أنا أعتقد القاعدة بدأت تنكسر والتمثيل بدأ يكون له وجود حقيقي وفاعل. طيب دكتور مصطفى يعني ما عندك تعقيب؟ أنا فقط عندي يعني فقط يعني نوع من يعني هي ذكرت هواية أشياء. جواب لحضرتك حول أسماء معينة. نعم. أنا غليان قريب من الوسط الأكاديمي. الدكتورة سوسن السامر. نعم. بنت فيصل السامر. نعم. الوزير المعروف سابقا، حاليا عميدة كلية اللغات في جامعة بغداد. ممتاز. سابقا كان عندنا في حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم. نعم. نزيه الدليمي. أكيد. هذه يعني بعض الأحزاب الديمقراطية والأحزاب الوطنية وأنا قصدت بها الحزب الشيوعي، وأكيد نزيه الدليمي يعني نعم. علم. نعم. نعم. وإحنا اللي أريد أقوله يعني بالوقت اللي ما كان شيء اسمه كوتا وشيء اسمه يعني في ذيك الفترة يعني. نعم. حاليا أكو كوتا وأكو هذا اللي تتحدث عنه أستاذ شاكي. هو العبرة سيدة الكريمة مو بالعدد. يعني اليوم احنا عندنا تقريبا ما يقارب 80 امرأة يمكن في البرلمان. نعم. مو بما لا يقل عن 25 هكذا يقول 82 ولا 83؟ يعني نعم. 80 احنا نقول 83. العبرة مو هنا، العبرة يمكن بوجود يعني هذول 80 قادرين على ان ينتجون موقف نسوي يعني بما تريد المرأة العراقية. مستحيل. ليش؟ نعم. لأنه استطاعت القوى السياسية أن تشتت هذا الدور يعني وإلى حد ما تخليه هذا الدور دور تابع إلى سياسة الكتلة أو أكيد. سياسة الحزب. وبالتالي هؤلاء الثمانين يعني اللي موجودات في البرلمان. نعم. ما قدرن على أن يضافن وأن يتقن عن هاي الانتماءات ضيقة أنا أسميها. نعم. تبقى قضية المرأة العراقية هي أكبر من أي كتلة. نعم. وتبقى قضية المرأة العراقية وما تريده. دكتور مصطفى هم حتى ما قدروا يتفقون على أن يشكلون يعني لوبي نسوي أمام يعني صار فترتين انتخابية كانت أكو هناك يعني مطالبات، وحتى مرتين حتى بالدورة النيابية السابقة طلعوا تقريبا 10 أو 12 من النساء وسووا مؤتمر صحفي وإحنا مقررين كذا وكذا، ولكن هذه ما تعدت كون هذا الظهور الإعلامي إلهم الظهور الوحيد واليتيم، وبعد ما حد سمع لسبب واحد بالوقت اللي أنا مؤمن به. نعم. أنا مؤمن به يعني ساعة ما تنطي مثلا وعندي دليل من تجربة اللي احنا عايشيها. نعم. تجربة ما بعد 2003 انه ساعة ما تعطي المرأة دور في اي وزارة يمكن انا عندي انجح من كثير من الرجال. نعم. بدليل يعني وزيرة الإسكان والإعمار في الدورات السابقة كانت بيان دزائي. نعم. يعني كانت غاية في الروعة حقيقة على مستوى الأداء. لا بل إنه يعني أنا متابع الشأن السياسي. نعم. لما الحكومة تجتمع وتقديم يمكن أفضل تقارير هو أول ما ينطيها الكلام السيد رئيس الوزراء. نعم. في بيان إنه لدزائي يريد يعرف إنه أو يتصور إيجابي عن الكابينة يمكن الحكومية. نعم. المرأة سيدتي الكريمة ساعة ما تستوزر ما عندها شيء اسمه فساد. نعم. بينما عند الرجل يمكن خلي يزعلون من عندي بس أنا يعني رجل موضوعي وأكاديمي والأشياء يجب أن تقال. أنا مو لأن اليوم حاضر في حلقة خاصة عن المرأة. نعم. أتحدث هالشكل. أنا هذا متحدثة في بيتي وفي الفضائيات وفي كتاباتي. دكتور المرأة ذكرت أنه
انت حتى بداية الحلقة قلت تعميم مو وارد. أحسنتي. اي فاحنا ما نقدر نقول الوزارات اللي استنفرتها النساء كانت وزارات خالية من الفساد. هي ربما اقل نحن لان للاسف يعني هذه الوزارتين او الكابينتين اللي مرت علينا احنا ما نشوف شيء غير ملفات نهاية الفترة او الدورة الحكومية، بس نشوف نهاياتها ملفات فساد تفتح. واللي تفضل به الدكتور سامي حكى عن النساء بالدورة السابقة. أنا أريد أقول لك يعني أنا أجيب أسامي ربما مو بالعلن بس بالفاصل راح أذكر لكم يعني